تشوفون هاي القطعة ورا القهوة؟ شبيها؟ انا اقول نستغلها ونزرع بيها شيء احسن ما باقي هيك بدون استفادة. شنو يريد يزرع؟ اي شيء، طماطة، خيار، بوتيتة. انا اقول نزرعها بيض. لا ولك ما يصير يزرع بيض. وليش يعني؟ مو هسه الدنيا شتى، بيضات يصير زرع بالصيف. هم صحيح. ولكم مخابيل انتو، البيض شلون ينزرع؟ انا اقول سوي تقسيم 10 مرة بقطع زراعي. هي القطعة كلها 100 متر، تريد نقسمها ل10 قطع النوب، ادري من نبيعهن لسه نافر. لا تسوي امارة. اي والنوب سكان العمارة يصيرون مسلطين على حمامات القهوة ويشوفوني من اسبح بالعيد. راح نزرعها حمضيات وخلاص. حمضيات مثل شنو؟ تيزاب؟ لا مو حوامض، حمضيات، برتقال مثلا. ما يصير، البرتقال ينزرع بس بدياله. وهذا يا قال لك هالحكي. اي والله حد الجديد تشط، شبر تعبر دياله ما ينزرع. انا اقول نزرع تبس. لا نزرع جقاير. لا سمك. نزرع معجون مال استان. لا اندومي. كافي كافي يلعن ابو دماغكم، شو صيحوا لي جله وذاك شوي يفتهم بالزرع. اي والله حجي انت هم زين ذراعك بعده متعلق بجسمك، لو صاير بيك مثل ما صار بيه ايش كنت تسوي؟ ليش ايش صار بيك؟ مرة بوحدة من جولاتي كنت ادور على ملك قارون بالصحراء سيناء، انا وجنطتي وتكرى من عالي ابو الاصبع. كنت رايح مشي للصحراء يمكن. اي مشيت والشمس ساطرتني وما حسيت لو وقعت بهيك خدود او حفرة، ووقعت علي صخرة حصرت ذراعي ويا الحائط. اها، ظليت اشد بذراعي يوم كامل حتى طلعه وما فات. كان خبرت على الدفاع المدني حتى يجون يطلعونك. حجي هذا الحكي من زمان، والتليفون الارضي تدري ما يشتغل بالصحراء. المهم ظليت هيك 5 ايام وبحر الصحراء لا اكل ولا شرب، بعدين بديت اكل حشرات. وش كنت تشرب؟ حجي ما اقدر اقول لك ايش كنت اشرب، لان ادري بقلبك رشيك وما تتحمل. وتالي شو خلصت؟ جربت كل شيء وما فات، وتالي قصيت ذراعي بالتيغه. العد مو هذا ذراعك بمكانه بعده. ورا ما قصيت رحت جبت الدفاع المدني وقدروا يطلعون ذراعي، وبعدها صديقي دكتور الماني سوالي عمليه ولزق لي اياه بمكانه، وهاي كانت اول عمليه توصيل اطراف ناجحه بالتاريخ. جلو تعال ابو شوارب بدا يصيحك. حجي انا تترخص. تعال ما كملت لي، لقيت كنوز قاروني ولا؟ ها يابا خلينا نمشي بعد. نمشي وين؟ حجزت لك يم دكتورة مفاصل وكسور، خلينا نروح حتى ترجع لك ذراعك المكانه. قلت لك ما اسويه الا يبنون لنا مستشفى هنا. دمشي يابا رحمة لامك ولا تسوي لنا يا قصة. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتورة هذا ابويا ذاك اليوم ذراعه انفسخ وجبناه بلكة تشوفي له حل وتعالجينه. ألف السلامة للحجي. احكي لي حجي شلون انفسخ ذراعك؟ احكي لها يابا ليش ساكت؟ يا ستار ايش بيك يابا ليش ما تحكي؟ الدكتورة يمكن ابويا جته جلطة. لا مو جلطة، بس كأنه صاير عنده شوك. الصبح كان يلعب بالحديقة ويجوز مبز بشوك. لا قصدي صارت عنده صدمة. صدمة من شنو؟ ما ادري، المهم اخذه هسه للبيت وخليه يرتاح، ومن يرجع لطبيعته وتجيبه وعالج ذراعه. هو ايش بيه؟ ليش هيك صار بيه؟ ما ادري والله، هيك فجأة قام ما يحكي. اقولك قومي سوي لي شوربة عدس. الف الحمد لله على سلامتك يابا، زين رجعت تحكي. قل لي عليش هيك صار بيك. عوف السالفة خلي تولي. لا والله الا تحكي لي. قلت لك خلي تولي ولا تلح. والله ما اعوفك اليوم اذا ما تحكي لي شنو الموضوع. شوف هاي من كنت مراهق شالوا يانا بيت جديد بالمنطقة، وهاي القصة شعلي اللي صار بيك اليوم. هسه تخلينا اكمل لو لا؟ كمل. تعال يا ولد. ها عمي. شو اسمك انت؟ انا اسمي محسن. اقول لك احنا جوارينكم الجدد بالمنطقة، واني هل تشوفني بيا فقرات وما اقدر انقل الغراض لداخل البيت. يخلي ولدك يعاونونك. ما عندي ولد بس هاي البنية. يمي العيون السود ما جوز انا وخدك القمر انا تريق منها. انتبه علي دا احكي وياك. يا عم كمل. قلت بلكة تتعاون عمك وتذب هاي الغراض جوا، وظليت انقلب هاي الغراض مثل المطي ولا حسيت. هاي حتى ذاك الوقت تكو زحف. انشب حمودي. يابا كمل. فالرجال وثق بيا وكان يسخرنا اجيب لهم مسواق وهاي، واني كان عاجبني الوضع لان كنت اشوف جليلة كل يوم. يا جليلة بنته.
ايش وقت يجي اليوم واجيب المسواق لبيتنا انا وياك؟ اي والله عاد هو بيدك، تعال اخطبني وهاي هي. يابا اريدكم تخطبوا لي جليلة. جليلة منو؟ هاي بتجوارينا الجدد. اها، انت غير بالاول تكمل دراستك وتصير بيدك شهادة، وينك وين الزواج؟ ورحت بنفس السنة وامتحنت خارجي وحصلت شهادة مع ثالث متوسط. هاك يابا هاي الشهادة وناجح دور الأول. اي خوش، بس بعد ينراد لك تحصل شغل ويصير عندك معاش حتى تقدر تصرف على عائلتك من تتزوج. ورحت دورت على شغل وحصلت شغل صانع يا مسطى يسوي تانكيات مال مي، وكان ينطيني يوميتي من هالقاسم الله. اي جليلة ما ظل شي وتصيرين حلالي. اي يعني ايش قد بعد؟ بس خلى اجمع فلوس المهر والاخشاب وعود الله يسهلها. يابا انا هسه صار لي 6 شهور دا اشتغل ولميت فلوس الزواج. اي ليش ما نتوكل اليوم ونمشي على بيت جليلة؟ ابني انت هسه خلق صانع وبأي دقيقة يبطلونك، تروح افتح لك شغل خاص بك بهاي الفلوس والنوب تزوج. وانا ما قلت باطل، ورحت اشتريت لي دق النجف. وشنو هذا دهين؟ لا ولك سيارة والبادي مالتها كانوا يصنعونها بالنجف والهذا هيك يسموها. اي وبعدين؟ وكنت اقبط من النهضة للبصرة، ومرات اخذ العالم للزيارة وحتى للحجم كنت اخذ الحجاج بسيارتي. محسن، ايش صار؟ شو ما جيت حتى تخطبني؟ ترى دا يجونك كومة خطابة ودا رجعهم على مودك. راح اقنع ابويا حتى نجيكم اليوم بالليل. يابا هسه بعداني ابو الشغل والوارد مالي خير من الله، واظن جا وقت الزواج. انا دا اشوف لو تاخذ لك قطعة وتبني لك بيت احسن، وبعدها تامر وتدلل. ورحت اشتريت قطعة براغبة خاتون، واول ما ضربت اساس البناء استدعوني للجندرمة. وشنو هاي الدوندرمة؟ جندرمة ابني، جندرمة يعني اخذوا جدك للعسكرية. محسن ما تقول لي شنو سالفتك؟ يوميا اشوفك لازم هاي الصورة بيدك وصافن عليها. هاي صورة حبيبتي، وبس انزل للبيت هالمرة راح نعرس بعد ما بيها مجال. يابا ترى السالفة استوت بعد، اليوم نروح نخطب جليلة من ابوها ولا تقول لي هيك وهيك. شنو ليش ما تدري؟ شنو شكو؟ بيت البنية شالوا منا مال وين راحوا؟ لا بربك، لا عاد اروح ادور عليهم. محسن عوفة هاي ما مقسومت لك. وعليش ما مقسومت لي يابا؟ ما مقسومت لك وخلاص. والله من البداية كنت تدري انت ما عاجبك الموضوع وكنت بس تتحجج علي. ها والله كمل دراسة والقي شغل وابن بيت. ايه عليش بس لو ادري عليش. ابني هاي البنية فلسطينية، تدري شنو يعني فلسطينية؟ ايه واذا فلسطينية شنو يعني؟ دولة ناس خطار يمنا، اذا مو اليوم باكر راح تتحرر اراضيهم ويرجعون لديرتهم، فما تفيدك. وهاي اليومنا هذا لا فلسطين تحررت ولا انا اخذت جليلة. الله يعين قلبك يابا، بس ما اعرف شنو الربط بين هاي القصة وحالتك بالعيادة من قمت ما تحكي. دهاك شوف هاي صورة جليلة وراح تعرف ليش صارت بي صدمة. يا الحمد لله الحج راجع لطبيعته، تعال خلي افحصك ذراعك. عوفينا من ذراعي، بس احكي لي انت شو تصير من الجليلة الفلسطينية؟ اها، ومنين تعرف جدتي؟ هاي قصة طويلة، اقول لك وينها هسه، شو اخذيني يمها. الفاتحة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.